بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا النهاردة هتكون بسيطة جدا، والمقادير بتاعتنا بسيطة خالص، ودي وجبة تنفعك للغداء أو العشاء، والله من غير حلفان. فعلا الأكلة دي لما ريحتها طلعت كده من الفرن مش قادرة أقولك على ريحتها عاملة ازاي، والطعم بتاعها في منتهى الجمال. خطواتنا بسيطة والمقادير بتاعتنا بسيطة. اول حاجه معانا كيلو الا ربع من البطاطس متقشره ومتقطعه زي ما انت شايفاها كده باي حاجه، وهنبتدي نسلقها على النار. بحطها رشه من الملح وهسيبها على النار لحد ما تتسلق. دي كده البطاطس بتاعتنا بعد ما اتسلقت طفيت عليها النار وصفيتها من الميه، وهي سخنه كده ابتديت ان انا اهرسها. هتهرسيها لحد ما تبقى ناعمه معاكي خالص. بصوا بقى، دي كده البطاطس اهي بعد ما احنا هرسناها، بس هي لسه سخنه، هنسيبها لحد ما تبرد. معايا بقى ربع كيلو من اللحمه المفرومه، وفيها نسبه من الدهون. عملت لها بصلتين كبار كده مفرومين بالمبشره ناعم، وكمان معانا فلفل اخضر متخرط تخريطه صغيره، ومعاها قرن فلفل حامي، وكمان هنا معانا قرنين من الفلفل الاحمر قطعناهم كده مكعبات صغيره جدا، ودينا رشه من الملح والفلفل الاسود. وهنحط كمان ربع معلقة من البصل البودر والثوم البودر، وكمان ربع معلقة من الكاري، وربع معلقة من الكركم. وبندي بقى كده رشة كويسة جدا من بهارات اللحمة، وبضيف لها رشة من جوز الطيب. هنخلط بقى كل المقادير دي كده كويس مع بعض. هتعجني فيها حبة كتار. هنا انا حطيت ربع كيلو من اللحمة المفرومة، وفيها نسبة من الدسم او من الدهون. كمان لو حبيتي تزودي كمية البصل والفلفل اللي انت حطاه مفيش مشكلة، تقدري تزودي فيها زي ما انت عايزة، بس هنا لازم تعجنيها عجنة كويسة جدا، ونسيبها بقى على ما نبتدي نعمل بقية خطواتنا. صدقيني مش قادرة، الأكلة في منتهى الجمال. بصوا هنا بعد بقى ما انا خلطتها كده كويس، خلاص هبتدي ان انا اركنها بقى لحد ما ابتدي نعمل الخطوات التانية. دي البطاطس ابتدت ان هي خلاص كده بردت، بديها رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود. عندي هنا كوباية من اللبن، دي كده كوباية كبيرة، ومعايا هنا بيضتين حطيت لهم رشة من الملح والفلفل الاسود، وابتديت بس ان انا اخفق البيضتين كده مع بعض. بعد ما ضربت كده البيضتين كده كويس، هبتدي ان انا بقى اضيف لهم كوباية اللبن. هنقلب بقى كده اللبن مع البيضتين، وده الخليط ده هبتدي ان انا اضيفه على البطاطس بتاعتنا. خلاص كده هما كده بقى حلو قوي. دي البطاطس اللي احنا بقى كنا عاملينها اهي، ورش عليها الملح والفلفل. هبتدي ان انا اضيف عليه الخليط اللي احنا عاملينه، بس هسيب في الطبق بتاعنا مقدار معلقتين كده كبار، هركنهم على جنب. هبتدي ان انا اعجن الخليط ده بقى كويس مع اللبن والبيض. اللبن والبيض هنا في الوصفة دي عبارة عن مادة رفع، لان البطاطس دي هترجع تاني تستوي. على فكرة انا كنت بفكر في الاكلة دي من زمان وعايزة اعملها، بس كنت محتارة بس ازاي ان انا هعملها. خلاص بعد كده ما عملت في البطاطس بقت معانا بالطريقة دي، بطاطس كريمية خالص. خلاص هبتدي ان انا اجيب صينيه واحط فيها معلقه من الزيت، وهجيب بقى كده فرشه وابتدي امسح قاع الصينيه بالجوانب من الزيت عشان ما يعملش على التصاق الاكله بتاعتنا. بعد كده هنزل باللحمه المفرومه كده وهي نيه، وهبتدي افردها في الصينيه. هتفرديها كده بالصينيه بالظبط كده، تفرديها بقى بايدك، تفرديها بمعلقه بظهر معلقه زي ما انا بعمل، زي ما انت عايزه. افردي بقى كده لحد ما انت تاخد معاكي كده وضع الصينيه، وتكون كلها كده ايه مستطيله ومظبوطه معاكي، مفيش حته عاليه ومفيش حته ايه واطيه. هي بتتفرد معاكي اهي بكل سهوله، ولو بططيها بايدك كمان على فكره بردك سهله، يعني هي العمليه مش صعبه. كده بعد ما فردنا اهي الصينيه، بص بقت بالمنظر ده كده مظبوطه كده كل، يعني عايزه اوريكي ان هي متساويه، ما فيهاش حته عاليه وحته واطيه.
بعد كده هنبتدي بقى نجيب البطاطس بتاعتنا اللي احنا كنا عاملينها، وهبتدي ان انا اضيفها. بصوا البطاطس عامله كانها حاجه كريميه خالص. بصوا بتتفرد معاكي بكل سهوله اهو بظهر المعلقه، انا ببتدي ان انا اظبطها. هنحط هنا الكميه بتاعه البطاطس كلها وتبتدي تفرديها كده. وبرده هنا دي خطوه مهمه، ان انت لازم البطاطس بتاعتك ميبقاش فيه حته عاليه وحته واطيه، لان دي هتخش الفرن وممكن الحته اللي هي لو عاليه هتترفع وفي حته تانية هتهبط. فانا هنا عايزاها تكون متساويه عشان كلها تبقى طالعه معاكي قطعه واحده زي ما انت شايفاها معايا في بدايه الحلقه. انا كنت محتاره في الاكله دي ازاي، ان لو كنت هحط اللحمه النيه وهبتدي ان انا احط عليها البطاطس وهي كده مستويه، لكن اكتشفت ان هي لما خرجت النتيجه بتاعتي كانت جميله جدا. الريحه بتاعتها كانت طالعه، مش قادره اقولك على الريحه، كانت فعلا خياليه. وطعمها بقى فعلا مش قادره اقولك بقى من الاخر. خلاص كده انا ظبطتها. بعد كده ببتدي اجيب المعلقتين اللي انا كنت راكناهم، هبتدي ان انا اضيفهم في الصينيه، وهبتدي ان انا اوزعهم كده على الصينيه كده من فوق. بيكون عندك الفرن لازم يكون سخن، بتحطيها على الشبكه ماشي على الرف وتسيبيها. هنسيبها لحد ما احس ان الاطراف بتاعتها والجوانب دي كده ابتدت ان هي تحمر. انا طلعتها اهو، بصي كده هتلاقي ان بصي الجوانب اهي ابتدت ان هي كده تحمر. في الوقت ده انا طلعتها من الفرن وابتديت ان انا احط لها الجبنه الموتزاريلا. خلاص انا حطيت جبنه رومي وحطيت جبنه موتزاريلا، الاتنين كده مع بعض كميه بسيطه عليها، ودخلتها الفرن تاني عشان تلون بس معانا الجبنه. كده هي خلاص بقى كده لونت معانا زي ما انتوا شايفين، وهي بقت بالطريقه دي. مش قادره اقولك فعلا. لما دخلت الفرن الحجم بتاعها عادي، البطاطس دي ارتفعت عشان كان في ماده رفع اللي هي البيض واللبن، وبقت بالمنظر ده. فعلا وجبه جميله جدا، الريحه بتاعتها خياليه، الطعم بتاعها في منتهى الجمال، مع طبق سلطه مع طبق ترشي مع تغمزيها كده بالعيش في منتهى الجمال. دي وجبة تنفع للغداء أو العشاء. أتمنى بقى يكون كده الفيديو عجبكم، ولو عجبكم لايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. على فكرة كمان أنا هقطعها لكم عشان أوريكم إن هي كمان متماسكة. بصوا هبتدي ان انا اقطعها، بس هنا بعد الصينيه ما ابتدت تهدى شويه، يعني مش اول ما تطلع من الفرن كده هقطعها، لا سيبتها بس تبرد شويه وبعد كده قطعتها وهي كده معاكم بالطريقه دي. دي كانت حلقتنا النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.